وما شاء الله ما شاء الله تعمل عليها اي حاجه. يعني انت عاوزه تعملي عليها الشمسي، تعملي عليها عيش مرحرح، اللي براحتك بقى. يلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونوش بقى في اللايك والاشتراك في القناه للناس الجديده اللي بتشوفني لاول مره، وكل سنه وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين اهو الورق، انا بصوا بليته. ده ورق كراتين، ورق بيض، اللي معاكي باللي فيه وعي. ماشي. اول ما تبل تمسكي ايه، تدعكي فيه كده اهو وتعجن كويس. تمام. بصوا انا بحط عليها الخلطه اللي تخلي المجرس ما تتقطعش منك ولا تكسرش منك. بص الجير، بص اهو اللي هو الجبس الابيض اللي بنرشه تحت الفراخ البيضه اهو. بصوا انا رشيت بصراحه قبل ما نصور اهو. بصوا ده بيخليه زي الحجر الصوان، ما يتكسرش منك، زي الزان كده ابدا ما يتكسر منك ولا يتملخ ولا حتى سوسه تعمل. انا كنت بعمله بالسن اللي هو يطلع من الدقيق، كانت السوسه بتدخل فيه. المهم انا هفضل هدعك فيه كده اهو. بيبقى بص لحد ما ايه يتملك مع بعضيه. الحته الناشفه نحاول ان اما نقطعها او نهركها مع بعضها. المهم لحد ما يتهرك. بصوا بص زي العجينه ازاي اهو. هروح نبصي انا جايبه لها صينيه قديمه عندك عادي ماشي. وبعدين ايه زي ما هشوف هندكها فيها وروح نحطها في الشمس وهكذا. هنوريكم برضه. بصوا حطيت في الصينيه ها، مش يكون بيصور. بصي وندق بايدي كده. بصوا بس ايه انتبت خلاص ونمكنها بعدين نسويها. هو المفروض كنت نحط كيس ماشي عشان يطلع بسهوله معاكي. انت حطي كيس عشان لسه بتتعلميه او تعمليه جديد. لكن انا هنحطه في الصينيه وان شاء الله باذن الله هنعرف نقلبها باذن واحد احد. بس ما تقلبش على الارض مباشره، تقلب على اما كيس كبير او حاجه يعني بحيث يخلع من الارض، مش لان الورق بيشبك في الارض. اول ما ينشف يشبك في الارض. بصوا تملك ازاي. بصوا اهو ندك واعر عشان خاطر الدكه دي هي اللي بتخليه يمسك في بعضيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. بصوا اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بص استوى ازاي اهو. مكبرها ليه؟ مكبرها عشان خاطر لما تمصر تبقى جامده وما تتكسرش مني خالص. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. والبلسكاله زي دي نحوشها. هروح نكبها ونوريهم لكم وانا بعد ما يتكب. بصوا نجيبها فرشت هنا هو في الشمس واروح كبها ونفضل ماشي. بصوا نقلب ازاي. لسه انا ابتدي لو في حته مبلزه نحاول ندب كده ما شاء الله طلعت زي الفل. حته المبلزه الحتت الاعلى من حته نحاول نسوي بنظرتي. بصوا ندب كده وكل يوم نيجي نشوط عليه، كل يوم نيجي نشوط عليه ونشوف ماشي. عملتهم كلهم شايفين دبيتهم خلصتهم كلهم. بصوا هي على فرشة أهم حاجة عشان يطلع معك بسهولة ما يلصقش في الأرض. والأرض لو فيها ترابة ما يبقاش فيها، تبقى نظيفة من تحت، لأن الحتة اللي من تحت هي اللي بنحط عليها العيش أكتر. يلا ماشي. هو بس هو الورق بس والجبس اللي احنا بنحطه أو الجير اللي بنحطه تحت الفراخ ده. وما شاء الله ما شاء الله تعمل عليها اي حاجه. يعني انت عاوزه تعملي عليها الشمسي، تعملي عليها عيش مرحرح، اللي براحتك بقى. يلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونوش بقى في اللايك والاشتراك في القناه للناس الجديده اللي بتشوفني لاول مره، وكل سنه وانتم طيبين. ده احنا في رمضان على فكره وفي الشمس، فقدروا كده يعني.